واحد المفارقة غريبة عند هاد الوسطاء، كيمصوا الدم ديالنا حنا كمستهلكين، كيستغلوا المجهود ديال الفلاح. الا بغينا نبقاو في هاد القضية ديال الغنم ديال اضاحي العيد، الفلاح كيربي، كيعلف، كيسرح، كيكبر، كيراعي، كيداوي، ماتلو شي حولي كيمشي له طرف من راس المال ديالو. كيجي هاد الوسيط كياخد المجهود ديال داك السيد، كيجيب غير الفلوس وكيبيعوا لواحد اخر باللي بغا هو والانكى والحاجه اللي عاوتاني ما عرفت كيفاش كيخلص لا ضرائب لا والو. انت كمواطن كتخلص الضرائب، راه واخا شحال من واحد فيكم كيقول لك انا ما عندي والو ما كنخلص، راه كتخلص شي البوله اللي مشعل راه كتخلص عليها الضريبه، شي الروبيني اللي كتحل الماء راه كتخلص ضريبه، كاينه ضريبه تما كتخلصها. يعني كل مواطن كيخلص الضرائب، وهادو الوسطاء الجبناء الدباحه الشفاره القتاله اللي كيمصوا لنا الدم ديالنا كيستغلوا المجهود ديال هذاك اللي خدم قبل منهم، كيستغلوا الضعف ديال هذاك اللي غيشري منهم، وكيزيدوا فلوس على فلوس وما كيخلصوش عليها لا ضرائب لا والو. وبخير وعلى خير. وشكون اللي غادي يحمينا من هادو؟ شكون اللي غادي يحمي الخزينه العامه من هادو اللي كتضر؟ لان الاقتصاد كيضر. شكون اللي غادي يحمينا؟ فنتوجه للحكومه. حنا ما بغيناش نقولوا كلنا نبقاو نقولوا وكنتمناو ان صاحب الجلاله يشوف هذا الملف. صاحب الجلاله عنده ملفات كبيره استراتيجيه كتهم بلادنا، والحمد لله غادا مزيان بلادنا. ما يمكنش نتقلوا الكاهل ديالو حتى بهاد الاشياء اللي المفروض الحكومه خصها دير خدمتها فيها. شنو نبقاو حنا الحاجه اللي ضرينا فيها نتوجهوا لصاحب الجلاله؟ على راسنا، وكيخدم ملفات كبيره نخليه يركز عليها. والحكومه والوزراء اللي هذه المهام ديالهم اللي كيتخلصوا عليها واللي عندهم الامتيازات عليها خص يقوموا بها. الا ما كانوش كيقوموا بها معناه انهم ماشي اهل لها. الا ما كانوش كيقوموا بها معناه انهم خصهم يقدموا استقالتهم ويمشيو في حالهم. ما يخليوناش حنا ما بين الكماشه ديال هاد السمسار وهاد الوسيط. كنرجعوا كنقولوا يا ودي ما كانش خصنا نوصلوا لهاد الدرجه. لو انه كانت واحد اليقظه كبيره وكانت واحد المحاربه كبيره الفساد في المنظومه التجاريه ديالنا، حيت هادشي راه ما كيمشيش غير اللحوم ولا الاضاحي، كيمس جميع المواد الغذائيه. راه الارتفاع ديال الاسعار اللي شهدوا المغرب واحد الارتفاع ديال الاسعار خيالي في واحد المده وجيزه جدا. الناس استغلوا الجائحه ديال كورونا وما وقع مباشره من بعد الجائحه ديال ارتفاع المصاريف ديال النقل وارتفاع المواد الاوليه، الاثمنه ديال المواد الاوليه. كان واحد الارتفاع، ولكن الناس استغلوه بواحد الشكل كبير. وخا انخفضات المواد الاساسيه وخا انخفض النقل البحري ما هبطوش الاسعار، بقاو كيمصوا الدم ديال المستهلك المغربي. فمن كورونا لهنا راه ما يمكنش، راه السعر كاين بعض الاشياء اللي السعر ديالها تضرب في 10. دابا راه غمض عينيك وتفكر اي مد اجي ناخذ الثومه. واش عمر شي واحد كان كيتصور الثوم غادي نشريوه ب 80 درهم الكيلو؟ كاين بعض البيع والشراء اللي كيقول لك 90 درهم. دابا لو كان الحكومه تاخذ غير المسار ديال هاد الثومه، كنستوردوها بزاف من اوروبا، كنستوردو من اسبانيا خصوصا. كاين تجار اللي واضعين يديهم محتكرين هاد السوق ديال استيراد الثوم. مثلا الثومه، واش الثومه اللي كنا كنشريوها ب 10 دراهم 13 درهم نشريوها اليوم ب 80 درهم ب 90 درهم؟ علاش الحكومه ما تقولش اجي انا ناخذ مثلا هاد الثومه غادي نتبع المسار ديالها ونشوف الاثمنه ديالها كيفاش منين جات، بشحال كيستوردها هاد التاجر، بشحال كيدخلها، شحال كيخلص عليها ديال الرسوم، شحال كيخلص عليها ديال المصاريف ديال النقل، بشحال خصها توصل للمواطن، شنو المعدل ديال الثمن اللي خصها توصل للمواطن. وملي تلقى داك الشيء مبالغ فيه تدخل بشكل او باخر. ماشي تخلينا من الحيتان عندهم النياب ماضين كيفترسوا فينا. الشريحه لا خديناها، دابا انا كنجبد غير من هنا ومن هنا، لا خديتو العطريه راه كلها تزادت. الا خديتي الشريحه المواطن المغربي مسكين هي ديك الشريحه كان كياكلها 15 درهم 20 درهم،
الشريحة اليوم كدير 90 100 110 دراهم للكيلو. علاش؟ وهاد الشريحة كاينة المحلية حيت غيتحجوا لينا غيقول لك الجفاف داكشي باش غلات، وكاينة المستوردة. حتى حاجة ما كتسلم من الارتفاع ديال الأسعار. اللوز دابا الناس كيوجدوا سلو السفوف الزميته ديال رمضان، الزنجلان غالي، حبة حلاوة غالية، النافع غالي، زريعة الكتان غالية، القرفة غالية، الكوزة غالية، المسكة الحرة غالية، كلشي كيغلى. المناسبات المفروض كنشجعوا الناس، كنخفضوا الأثمنة باش الناس يشريو بزاف ويتبرعوا ويتمتعوا. حنا فين ما كتجي شي مناسبة كنزيدوا الثمن على المواطن، كيولي المواطن يقول بناقص كون ما جاش هاد رمضان، بناقص كون ما جاش هاد العيد الكبير، بناقص كون ما جاتش هاد عاشوراء. الانسان باغي يفرح ولا كيتنكد. يعني ها نتوما لاحظوا معايا هاد القضيه، جميع المناسبات ديال الفرح عند المواطن المغربي اصبحت مناسبات ذات العبء الثقيل عليه، ولات بالنسبه له ماشي مناسبات ديال الفرح، ولا كيخاف منها. ملي كيقرب رمضان كيبدا يقفقف، رمضان ناري عاوتاني المصاريف غادي يزيدوا في هذه، كلشي زايد كلشي. ملي كيقرب العيد الكبير المهم تي العيد عاوتاني جا. اي مناسبه داكشي اللي كان كيفرحنا ولا كيخوفنا. شكون السبب؟ الوسطاء والعجز ديال الحكومه في مواجهه الوسطاء. انا راه كضرني في قلبي هذه القضيه. علاش كنعاودها بزاف؟ لان باش يجي انا وزير قدام البرلمان يجاوب على الاسئله ديال البرلمانيين ويبدا يحلل ويقول كاين الوسطاء هما اللي كيرفعوا الثمن كما. واش اخويا انت وزير جاي باش دير لي هذا التحليل؟ راك انت وزير، انت هو صاحب القرار واتخذ القرار. كيفاش تجي انا تقول لي راه كاين الوسطاء؟ راه حنا عارفين كاين الوسطاء. شنو كتسنى مني انا كمواطن ندير ملي انت وزير ما قدرتيش تحارب الوسطاء؟ الا كنتي ما قادرش تحارب الوسطاء شنو غندير انا كمواطن؟ اذا شنو كتقول لي؟ خليك راك منك ليهم، اللي غلب هو هذاك. راه حنا ما نغلبوهمش حيت هما اقوياء بالمال وبالعلاقات وبالنفوذ وبالشراكات مع بعض متخذي القرار. اذا ما يمكنش